السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما كتشوفوا غادي نكملوا الفيديو ديال هاد الديفيرين. علاش؟ حيت جاوني شي اسئله وغادي نجاوب ما بغيتش نجاوب في الكومونتير، قلت ندير فيديو ونجاوب على البنات اللي سولوني على هاد المشكل اللي وقع لهم. سولوني واحد جوج البنات قالوا لي باللي استعملوها وحرقت لهم وجههم، اشنو غادي يديروا؟ المهم هاد الديفيرين راه صعيب باش تاخديها من الفورماسيون وتبركي كديري فيها يوميا بواحد الكميه اللي كثيره، غادي تحرق لك وغادي تصلخ لك، ماشي حتى تحرق لك بشرتك، غادي تصلخ لك الجلده. لان هذه اشنا هي الديفيرين؟ راه واحد المقشر ديال لا فيتامين ا، يعني اللي كدير واحد التقشير خفيف. الا عرفتوا ان كيفاش تستعملوها، هذا الشيء درت معكم فيه على الفيديو الاول، فكدير لكم واحد التقشير خفيف. وهاد كما شفتوا هذه راها جيل 0.1، يعني بامكان اصحاب البشره الدهنيه والمختلطه يستعملوها. اما اللي عندهم بشره جافه فما ياخذوش هذه، كياخذوا اللي كريم، حيت كاينه نفسها وهي في عوض مكتوبه هذيك البلاصه جيل مكتوبه كريم. يعني حيت عارفين ان البشره الجافه فكتكون معرضه انها تقشر، انها بحال كي خاصها ترطيب عميق. هذيك الكريم في نفس الوقت منها ترطيب، ولكن هذا لا يعني ان ديري الديفيرين بلا ترطيب. ديري الديفيرين وضروري من المرطب فوق منها، لان هاد الديفيرين كتنشف البشره بزاف. وحتى من يديروها كديروا حتى فازلين، هذاك الفازلين الطبي كديروه الفم ديالكم باش ما كينشفش لكم تما، باش الشفايف ديالكم ما كينشفوش. واحد السيده اخرى قالت لي انا كنردع وكنستعملها ما هدير حتى شي حاجه، فمن الاحسن المراه اللي حامله ما تستعملهاش، والمراه المرضعه ما تستعملهاش. شحال من حاجه، شحال من دواء ان الطبيب كينصح به السيده اللي كتكون حامله والسيده اللي كتكون كترضع ان ما ديروش، لان هاد الجيل او هاد الكريم، هاد المقشر هذا راه فيه مواد اللي يعني ما كي خاص المراه المرضع ولا الحامل انها ما ديرهمش. مجاهدين على البشره. علاش؟ هي راه بواحد الكونتيتي قليله، شكل العدسه، حبه ديال العدسه هي اللي كديري على البشره ديالك وكدوزيها كامله على البشره ديالك، ما تكتروش. مهم هذه حاجه. الحاجه الثانيه، هنجاوب هذوك جوج البنات اللي قالوا لي ودناها والوجه ديالنا تسلخ لينا، اشنو نديروا؟ عندكم جوج الكريمات، عندكم سيكابلاست بي 5 والسيكالفات. هاد جوج البومادات فهما مفيدين لترميم البشره. دابا نقلب لكم، انا ما عنديش هاد البومادات باش نكونوا واضحين، غير دخلت وبحثت عليهم بجوج. علاش؟ اشنا هما كيديروا ترميم البشره، كيرموا لكم البشره. يعني البشره مني هذيك الجلده ديالها الفوقانيه كتسلخ، هاد السيكابلاست او لا سيكالفات، هاد جوج البومادات هادو اش كيديروا؟ كيعاودوا الترميم ديال البشره. يعني هذيك الجلده اللي كطير الفوقانيه، انهم هما كيعاودوا انهم كيرموا لكم هذيك البشره، ولكن كتحبسوها الديفيرين. ما كتبقاوش انكم كتستعملوها بتاتا، ما كتبقاوش تستعملوها حتى كترجع لكم البشره ديالكم بهاد البومادات بجوج، سواء هذه او لا هذه، سواء كما قلت لكم كاينين جوج الانواع ديال الكريمات. غادي نخلي لكم التصويره ديالهم، غندير لكم التصويره في الشاشه باش غادي نشوفوها. بغيتوا هذه خذوها، بغيتوا هذه خذوها. وديروها يوميا بواحد الكميه كثيره على البشره، وتخليوا البشره انها تشربها لكم يوميا، تحبسوها حتى البشره ديالكم كترجع، كتشوفوا فيها انها نهار بعد نهار كترجع لوضعها الطبيعي. وديك الساعه الا بغيتوا تستعملوها فما تلحقوش وتستعملوها بالصوره الخاطئه وبالطريقه الخاطئه ديالو. هذه راه في عوض ما انها كترجع لكم، لانها داير ضجه وكترجع بالفعل لوجهك المرايه، ولكن راه عندها واحد الشروط وعندها واحد الاحتياطات وعندها بزاف د الحوايج. راه هذه والشمس لا يلتقيان، يعني مستحيل اللي كتستعمل هذه ما ديرش الواقي الشمسي، لان وجهك غادي يتحرق.
يعني ليها بزاف الحوايج، مني كتشريها ما كتلحقيش وكتبداي ديريها في يوميا. الا الشهر الاول انا راني شرحت لكم في الفيديو الاخر الطريقه ديال الاستعمال ديالها حتى كتولف على البشره ديالكم. ولا استعملتوها الايام الاولى وطلعت لكم الحبوب ماشي مشكل، ماشي مشكله، غير كملوا استعملوها راه كتطلع كاع هذاك الحبوب اللي تحت الجلد المره الاولى، ومن بعد كتبدا كتصفي فيه، يعني كيبدا كيحيد هذاك الحبوب تدريجيا شويه بشويه حتى كيتحيد هذاك الحبوب. ماشي كديروها بواحد الصفه يعني همجيه من الديبار، كتبداو كديروا كونتيتي كثيره تما راه كيتحرك لكم وجهكم ولا تحرك كما قالوا لي هاد الاخوات. وشفتوا هذاك الوجه ولا احمر طيب مسلوخ، غير حبسوها. اما الا شفتوه خرج الحبوب غير كملوا. الحبوب راه كتخرج هذاك الشيء اللي تحت الجلد ومن بعد كتبدا تصفي. اما الا تسلخت الجلده حبسيها بدون تردد وبدون تفكير، لانها غادا تخرج لك على بشرتك، لانك عارفي باللي راك ما عرفتيش تستعمليها وما عرفتيش تمشي ديري الطريقه الصحيحه في الاستعمال ديالها. وما عليك غير بهاد البومادات سيكا بلاس اللي هطلع لكم في الشاشه كما قلت لكم، غادي تاخذوها من الفارماسي ولا من البارافارماسي اللي كتثقوا فيه بطبيعه الحال، لان بين قوسين ماشي اي بارافارماسي راها كتبيع المواد الطبيه بضمير، ماشي كلها. المهم بارا اللي كتثقوا فيها خذوا منها، لان كيكون الثمن ناقص. وبين قوسين اللي سولتني على هاد الديفيرين على الثمن ديالها، انا كنت واخدها ب 65 درهم، 1300 ريال. الا زادوا فيها دابا الله اعلم. انا راه تقريبا مده فايته العام باش عندي، لان انا ما كنديرهاش في وجهي، انا كنديرها غير فوق الحبه. الا بان خرجوا لي راكم عارفين ان من الشرشر كيخرجوا لكم شي حبات، كنديرها فوق منها صافي، ما كنديرهاش الوجه كامل. صافي كتبعي اختي هذاك البومادات اللي بينت لك في الشاشه حتى الوجه ديالو، الوجه ديالك تيرجع للطبيعي ديالو. وصافي هذيك الساعه راه لك الاختيار ما تعاودي تستعمليها حتى تقراي مزيان 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 على الطريقه الصحيحه ديالها. ما كتستعملش هاد الديفيرين عشوائيا، لانها في عوض ما تعطيك النتيجه زوينه وتعجبك فهتخرج لك على الوجه ديالك. هادشي اللي كاين البنات، فما تخافوش اللي تسلخ ليها وجهها. راه كاينين هاد البومادات كيرموا كيديروا اعاده بناء البشره واعاده بناء الجلد ديالكم. هذا هو الجواب ديالي اختي على جوج الاخوات على هذاك السؤال اللي طرحتوا ليا. ونتمنى نكون فتكم، وعواشر مبروكه ورمضان مبارك سعيد على جميع المسلمين.